ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله فيديو هيعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نشوف سر جمال الفراخ التحفه دي. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه وتديكي النتيجه اللي انت شايفاها التحفه دي. اول حاجه هنا انا جبت فرخه. انت بقى عايزه تجيبيها كبيره صغيره على حسب الوزن اللي انت عايزاه. بجيبها وبغسلها كويس جدا جدا وبنقعها في ميه ودقيق وليمون. وبعد كده جبتها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها، فتحتها من الظهر من السلسله بتاعه الظهر. بقسم السلسله اتنين كده، لازم تكون معاكي السكينه حاميه عشان تفتحيها بنفس الطريقه دي. وباجي عند العظمه بتاعه الصدر كده وبكسرها علشان تتفرد معايا وتستوي معايا كويس. بعد كده باجي بقى عند كل المفاصل، اي حته فيها مفصل كده بروح فتحاها بالسكينه عشان لما تستوي ما يبقاش فيها دم من جوه وتستوي كويس قوي. يعني باجي من عند الجناح، باجي من عند الدبوس كده بشقه اتنين، مش بخلصه خالص، يا دوبك بس بعمل فيه كسره فيه عشان ما يبقاش فيها دم محبوس جوه. واجي هنا عند الفخاد وافتحها، وبرده من تحت الجلد كده في الصدر بفتحها بالسكينه عشان تتبل معايا كويس. تعالوا كده برضو هنعمل التانية، برضو بفتحها من الظهر زي ما قلت لكم بالطريقه دي. وبعد كده بكسر العظمه بتاعه الصدر وبفتحها، يعني لازم تبقى مفروده كويس عشان تستوي معانا كويس، لان احنا هنسويها في الفرن. بعد كده بصوا بفتح من عند الجناح كده، بعمل بس فتحة صغيرة واكسر العضماية. وهنا برضو بعمل نفس الطريقة عشان ما يبقاش فيها الدم زي ما قلت لكم. وبعد كده تحت الجلد باجي افتح كده الصدر، بعمل فيه تفتيحات عشان ادخل التتبيلة فيه كله. وبرضو من عند الفخاد زي ما انتم شايفين، برضو هغسلهم غسلة تاني بعد ما فتحتهم. وتعالوا بقى مع بعض نحضر التتبيلة. حطيت معلقتين كبار من الزبادي، هحط كمان كام طماطمايه كده، حوالي 3 4 طماطمات. وبعد كده هحط كمان بصلايه. هنا عندي بصل مفروم جاهز، فحطيت منه كده حوالي بصلايه متوسطه برضو حطيتها. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي احنا هنحطها. اول حاجه الليمونه دي بتديكي تيست حلو قوي قوي، بتدي الفراخ لون حلو قوي. ليمونه واحده كده عصرتها على الخليط ده كله. وبعد كده هجيب حبه من الخل، حوالي معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت. انا ماشيه معاكم التوابل واحده واحده عشان برضو تبقوا عارفين الطريقه. يبقى حطيت بصلايه، طماطمايه، معلقتين زبادي، حطيت كمان معلقتين خل، معلقتين زيت. وبعد كده هنبتدي بقى في التوابل بتاعتنا. اول حاجه حطيت هنا حبه من السماق. السماق بيبقى حلو قوي قوي مع الفراخ، جربوها يعجبكم قوي. وحطيت كمان حبه من الروزميري، لو عندك فريش حطي، ما عندكيش حطي مجفف. حطيت حبهان على ورق لورا. حطيت كمان بابريكا، احط كمان زعتر، بحب قوي الزعتر في الفراخ اللي هي بتتشوي بتبقى طعمها حلو قوي. وحطيت فلفل اسود. لسه هحط كمان حبه من الثوم البودر ومعلقه من الثوم الفريش، هيدوكي برضو طعم حلو قوي قوي وريحه تحفه. جربوا التتبيله دي هتعجبكم جدا. معلقه كبيره من الصويا صوص ومعلقه كبيره من الدبس الرمان لو متوفرين عندك، مش متوفرين خلاص. كمان هنحط ايه، هحط معلقتين عسل ابيض بيدوكي برضو لون حلو قوي قوي للفراخ. طبعا الملح هتحداي على حسب رغبتك انتي. هنا هنحط معلقتين من العسل الابيض. ما تنسيش بقى دلوقتي تنزلي كده بسرعة تعملي لايك للفيديو، لان الفيديو هيعجبك وهتشوفي النتيجة حلوة جدا جدا. خلاص هنا بعد ما حطيت بقى العسل الابيض، احط كمان رشة من الثوم البودر حطيتها. وهبتدي بقى ان انا افرم كل الخليط ده. لو ما عندكيش الكبة كده افرمي في شفشق الخلاط، عايزة خليط يكون ناعم. هضرب بقى كل الخليط ده كويس. طبعا شطفت الفراخ تاني وصفيتها كويس قوي قوي من الميه. وهجيب بقى كده ايه التتبيله الفظيعه اللي احنا عملناها دي، ريحتها تحفه. هنبتدي ان احنا نحطها على الفراخ كده كلها بالطريقه دي. هنتبل بقى الفراخ من فوق لتحت ومن جوه ومن بره، كل الفتحات اللي احنا عملناها فيها هندخل فيها التتبيله زي ما انتم شايفين كده. عايزاها تتبل معايا كويس جدا. من الافضل طبعا ان انت بتتبليها قبلها بيوم وتركنيها، بتبقى احلى. بس انا ما كانش عندي وقت فسبتها ساعتين اتنين في التتبيله دي، لان كنت بقى اليوم ده عامله كذا صنف كمان من الاكل هوريه لكم دلوقتي، بس ما رضيتش اعيده معاكم لان عملته معاكم كتير. بس هوريكم طبعا انا قدمت ايه معاهم. شايفين بقى الجمال بتاعهم. هنركنهم كده واغطيهم واركنهم حوالي ساعتين. وبعد ساعتين بقى هنبتدي ان احنا نحطهم على طول في الفرن. جبت هنا الشبكه دي حلوه قوي قوي في التسويه ومش غاليه قوي. جربوا فيها كده، يعني هتقعدوا جربوا فيها تديكم نتيجه حلوه قوي زي الجاهزه بالظبط. جبت الفرخه كده بفردها على الشبكه زي ما انتم شايفين. وهجيب التانية برضو وافردها. انا حطيتهم بالعرض عشان يجوا الاتنين مع بعض، لان ما شاء الله الفرختين عندي كبار. بصوا الطريقه زي ما انتم شايفين. وبقيه التتبيله كده هحط عليها حبه من فوق، واحاول ادهن كل الفراخ كده من التتبيله عشان تبقى متشربه حلو قوي. بعد كده هجيب بقى كده الزيت، احط على رشه من فوق الوش عشان الشبكه ما تلزقش بس في الجلد بتاع الفرخه، لان انا عايزه الجلد بتاعها يطلع معايا زي ما هتشوفوه. شكله بيبقى حلو قوي قوي.
وكمان طعمه بيبقى حلو للناس اللي بتحب تاكله، بيبقى مقرمش كده ومتبل وجميل. خلاص قفلت بقى كده، وعلى قد ما تقدري اقفليها قوي عشان تديكي المربعات اللي انتوا شايفينها دي تطلع معاكي في شكل الفراخ. ورشه كمان كده من فوق الشبكه عشان زي ما قلت لك ما تلزقش معاكي. بعد كده بقى جبت ميه حطها في الصاج، يعني ميه عاديه حطها في الصاج بتاعي اللي تحت الشبكه، وهدخلها على اعلى درجه في الفرن. بصوا بقى عامله حله كرنب تحفه، وبتنجان وفلفل وكمان كوسه تحفة. طبعا وطيت عليهم بقى كده عقبال ما الفراخ تستوي. تعالوا نعمل ايه، نعمل حبة ملوخية حلوين. عندي شوربة في الفريزر اللي سويت بيها المحشي، وكمان هعمل بيها الملوخية، وعملت حبة لسان العصفور. كانت أكلة حلوة قوي وشتوية كده وجميلة. هنا حطيت معلقة حلوة من الزبدة، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من الثوم، ونزلت بمعلقة صغيرة من الكزبرة. هحمرهم واديهم اللون الجولد الحلو ده، وبعد كده انزل بالشوربة بتاعتي. هنعمل ايه في الشوربه دي؟ هنعمل زي ما قلت لك ملوخيه، بس هنعملها بطريقه مقلوبه حلوه قوي. جربوا الطريقه دي لو انت عايزه الملوخيه بتاعتك مسكره، جربيها بالطريقه دي هتعجبك قوي. نزلت بعد كده بالملوخيه بعد ما خرطتها، انا بخرطها بالمخرطه عادي، وهبتدي بقى كده ايه اربها في الشوربه، يعني افككها كده كويس قوي. خلاص بعد ما ربيتها وظبطت، ما طبعا الملح متظبط وكل حاجه متظبطه في الشوربه، هبتدي بقى اعمل لها الطشه بتاعتها عادي خالص. طب لازمه ايه الطشه اللي احنا عملناها في الاول دي؟ بتديكي تسكيره حلوه قوي قوي في الملوخيه، لان طبعا الملوخيه بتاعت الايام دي مش زي الملوخيه بتاعت الصيف، بتبقى احلى. فالطريقه دي هتخليكي تاكلي ملوخيه تحفه. حطيت هنا بقى معلقه زبده كده محترمه، وحطيت معلقه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش، ونزلت بالثوم هيديله بقى لون جولد كده، وبنزل بمعلقه من الكزبره. وتعالوا بقى نشوف احلى ملوخيه. هنا كان عندي خلاص الفراخ ده يعني خلاص استوت، والمحشي كمان قفلت عليه بقى. وتعالوا بقى هوريكم كده الاكل بعد ما خلص. تحفه تحفه بجد، هيعجبكم جدا جدا. وجربوا طريقه تتبيله الفراخ دي حلوه قوي. انا النهارده الفيديو بالنسبه لي ان انا كنت عايزه اوريكم تتبيله الفراخ، وازاي تعملي فراخ مشويه زي الجاهزه بالظبط اللي بتجيبيها من المطاعم بره، بس انت عملتيها بطريقه انضف واوفر وارخص من بره بكتير. تعالوا بقى كده نطش الملوخيه بتاعتنا، ننزل عليها بقى بالطشه التحفه دي. الله بقى، شمي احلى ريحه ملوخيه. انزلي بقى اعملي لايك للملوخيه التحفه دي، وقولي رايك في الكومنتات. بصوا بقى جمالها تحفه ازاي، حلوه قوي قوي. كمان النور هنا كان ظالمها في الاضاءه. بصوا بقى المحشي وجماله، ولا اطباق بقى ولا حاجه، قلبت كده في الصواني على طول وقدمته بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا عملت المحشي معاكم كتير قوي قوي، وهسيب لكم لينكات للفيديوهات بتاعه المحشي في صندوق الوصف تحت ان شاء الله. هنا بقى الكرنب، بصوا ما شاء الله تحفه. اقلب كده على طول بقى في الشتاء اللي احنا فيه والسقعه دي، حاجه كده تدفي وتحفه. بصوا ما شاء الله شكله ولونه تحفه ازاي. زي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاع المحشي من اوله لاخره في صندوق الوصف ان شاء الله. بصوا بقى جمال الفراخ بعد ما طلعت من الفرن تحفه، شكلها حلو جدا جدا وطعمها كان فظيع. وبصوا بقى دايبه ازاي، دايبه بجد مستويه قوي قوي، بس انا مش قادره امسكها من كتر ما هي سخنه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو اول مره بتشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك وتدوسي اشتراك عشان يوصلك كل جديد.